بعد حدوث الكوارث بعض الأشخاص بيحسوا إنهم فرحانين إنهم نجوا وبيحاولوا يرجعوا لحياتهم الطبيعية تاني. بعض الناس بيحسوا بالذنب وبيبدأوا يسألوا نفسهم سؤال: أنا ليه ناجي دون عن غيري؟ وليه آلامي ومتاعبي أقل من الناس؟ وهنا هو يقصد الناس التانيين اللي كانوا بيعانوا معاه. لو حاسس إنك إنسان فقري فأحب أطمنك إنك مش لوحدك، في ناس كتير قوي شبهك على هذا الكوكب. صحيح، جيب غذائك وتعالى. صديقي اللي بيعاني بعد حدوث الكارثة أو حتى اللي بيعاني من غير كارثة، مصطلح عقدة الناجي ده أو السرفايفر جيلت هو في الأصل متلازمة أو اضطراب نفسي، وبتصيب الأشخاص اللي خصوصا اتعرضت لحادث شنيع، كارثة طبيعية أو غير طبيعية، صدمات، تهديد، تهجير، ethical cleansing، إبادة جماعية، حرب. كان مصيره في الآخر بعد ما شاف الأهوال دي كلها إنه نجا دونا عن مجموعة من الناس اللي كانت محيطة بيه وبقي في أمان وهم لأ. فيبدأ يلوم نفسه، يحس بالذنب تجاه الأهوال اللي شافها دي، ويحس بالذنب تجاه النجاة دي، ويشوف إنه غير مستحق ليها أصلا، وإن كان حقه يعاني زي البقية للآخر، وكأن معاناته والأيام الصعبة اللي فاتت عليه دي ما كانتش كفاية أبدا، ويفضل يحس بقلق وخوف وكمان اكتئاب لمدة 6 شهور من بعد الكارثة أو من بعد نجاته من الحادث ده. تخيل معايا 6 شهور من الألم والمعاناة بالإضافة كمان للكارثة نفسها وعدد الأيام اللي قضاها فيها. انت مازوخي غاوي تعذب نفسك يعني؟ لأول مرة خرج المصطلح ده للنور كان في الستينات، وده كان بعد ملاحظة كتير من الأطباء لكتير من المرضى اللي نجيوا من حادثة الهولوكوست. الهولوكوست دي كانت الإبادة النازية لليهود في الحرب العالمية الثانية، The Second World War، واللي اتقتل فيها ما يقارب 11,000 يهودي أوروبي. فأنت متخيل حجم الإبادة وكم القتلى؟ أحيانا شعورنا بالذنب بيكون شيء منطقي لما بنكون سبب في أذية حد أو حتى سبب في أذية نفسنا، بس مش طبيعي إني أكون إنسان بيتأذي وكمان بيجلد ذاته، بالإضافة إن مفيش حلول في إيده إن ينقذ غيره أو يغير أي حاجة من الأحداث اللي حواليه. مقال علمي اتنشر في التقدم في علم التمريض بيؤكد على إن عقدة الناجي مش مجرد حدث عابر، دي أزمة بتأثر على الفرد وحتى على مهامه اليومية البسيطة، تعتبر من اضطرابات ما بعد الصدمة. والحقيقة إن الأفراد مش لازم يكونوا مروا بصدمة أو حادث مسبق، لأنه في الحقيقة أنت ممكن تتعرض لموقف عادي جدا وتظهر عليك أعراض المتلازمة. زي ما نتكلم على سبيل المثال للحصر عن مجموعة موظفين تم إقصائهم دون عن موظف كان صديقهم جدا. في الحالة دي ممكن يحس بالذنب جدا ويبدأ يشك في نفسه وقدراته، وإن هو إشمعنى باقي وأصحابه مشيوا، وتبدأ تظهر على الفرد الأعراض بدرجات متفاوتة من قلق وتوتر واكتئاب وتأنيب ضمير وألم في المعدة والأطراف وغيرها كتير، ولستة الدايجنوستس دي طول. الجانب الأصعب دايما بيكون في الاستذكار وإعادة السردية أو الأحداث في خيالنا بعد ما حصلت وعدى عليها مدة، وده بيعملوا الأفراد على أمل إنهم يغيروا أي حاجة في الأحداث أو إنهم يلاقوا أي حل يغير النتيجة الأخيرة دي. لكن مع الأسف ده بيجيب نتائج عكسية دايما، تقديرهم للمواضيع بيختلف وحتى تقديرهم لذواتهم برضه بيختلف وبيتأثر كتير. والأكتر عرضة ليه مش بس الأشخاص اللي تقديرهم لذواتهم منخفض، كمان الأشخاص اللي ما عندهمش داعمين أو أشخاص بيحبوهم في حياتهم عرضة ليها، بالإضافة للأشخاص اللي ما عندهمش مهارات تكيف عالية، وحتى الأفراد اللي عندهم تاريخ مرضي مع الاكتئاب. معظم الحالات بيحتاجوا لعلاج سلوكي معرفي، واللي بدوره بيخلينا نكتشف إيه هي الأسباب أو الحدث اللي كان ورا كل اللي هو بيعاني منه ده، وبعدها بيتم تغيير الأفكار السلبية والمغلوطة دي بأفكار واضحة وحقيقية ومنطقية. ووارد يحتاج لجلسات دعم نفسي. في الحقيقة إن التغلب على عقدة الناجي كان ومازال تحدي كبير، ولو كنت بتعاني أنت أو حد من دايرتك فلازم تكون واعي ومدرك إن مفيش شعور ينفع يلغي شعور تاني أو يقلل من أهميته. يعني مثلا شعورك بالفرح والامتنان كونك ناجي ما ينفعش يلغي شعورك بالحزن والأسى تجاه الحاجة اللي انت مريت بيها. وافتكر برضو ان مفيش ضوابط بتفرض عليك تتصرف ازاي تجاه شعورك ده او ازاي اصلا تتعامل مع المواقف ده. شعورك بالحزن والأسى او شعورك تجاه الناس اللي بتعاني ممكن يكون دفعة للتغيير او حتى للتعبير والدفاع عنهم وعن المعاناة بتاعتهم، او حتى يكون الدليل الوحيد عن تواجدنا معاهم وشعورنا بيهم وإننا مترابطين وحاسين ببعض، وإن كانت دي أضعف الحاجات اللي نقدر نعملها يعني. ففي الأخير خلوني أسألكم سؤال: هل حسيتوا قبل كده بالذنب عشان في ناس بتعاني وإنتوا لأ؟ سلام.